الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها. هنا في بيت الفن مرت 4 عقود على إنشاء أكاديمية الفنون. هذه الأعوام تعني الكثير بمقياس العطاء والإسهام الحقيقي في البناء الحضاري، فالفنون أحد المكونات الرئيسية لجوهر الإنسان. ولأن مصر هي أرض الحضارة والشمس التي تشرق على الوطن العربي، فقد تفردت بإنشاء عدد من المعاهد العالية للفنون. أكاديمية الفنون صرح أكاديمي منوط بتعليم الفنون المختلفة. هو المورد الأول والشرعي والوحيد في الشرق الأوسط اللي بيخرج جموع الفنانين باختلافهم. يعني احنا عندنا المعهد العالي للفنون المسرحية بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للسينما بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للكونسرفاتوار، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل. 8 معاهد عليا و4 مدارس: مدرسة الباليه، مدرسة الموسيقى العربية، مدرسة الكونسرفاتوار، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية. احنا عندنا الدخول بالنسبة لجميع معاهد الأكاديمية يبقى بالثانوية العامة أو ما يعادلها، زي الاي جي والامريكان، بعد اجتياز اختبارات القبول. بيبقى عندنا شرطين أساسيين متحددين بنحددهم في كل مجلس أكاديمية: الشرط الأولاني هو شرط السن، والشرط الثاني هو شرط المجموع. وما عدا ذلك بيجتاز اختبارات القبول، وهي الشروط الأساسية لدخول أي معهد من معاهد الأكاديمية. لأنه الحقيقة في حقيقة الأمر ما ينفعش إن أي حد يخش أكاديمية الفنون وهو مش موهوب، لأن الأساس عندنا هو الموهبة. وتضم الأكاديمية المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي يهدف إلى العمل على تحقيق الهدف الثقافي المسرحي، الذي هو أحد المكونات والعناصر الأساسية لإثراء التنمية الثقافية في مجال المسرح. المعهد العالي للفنون المسرحية تأسس 1943، تخرج في أول دفعة عام 1947، ولا يزال لغاية هذه اللحظة بيخرج دفعات في أقسامه الثلاثة: أولا قسم التمثيل والإخراج، قسم الدراما والنقد المسرحي، قسم الديكور المسرحي. ومؤخرا تم استحداث شعبة جديدة، شعبة تقنيات مسرحية، ديكور ومناظر وإدارة مسرحية وإنتاج. بيقبل المعهد العالي للفنون المسرحية الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية في قسم التمثيل، وفقا للمجموع اللي بيتغير كل سنة حسب نسب المجاميع في العام الحالي يعني. بينما قسم الدراما بيقبل الحاصلين على الثانوية العامة والحاصلين على بكالوريوس التخصصات المختلفة وفق الشروط اللي بتتغير كل سنة برضو فيما يتعلق بالسن أو بسنة التخرج. وكذلك قسم الديكور وشعبة التقنيات بيقبل الثانوية العامة وما يعادلها. أعداد المقبولين بتتراوح من 20 إلى 30 كل سنة في كل قسم. في مجموعة من المواد التخصصية الشديدة التخصص، بالإضافة إلى مواد ثقافية، لأن احنا بنخرج فنان مثقف متعلم على دراية بعلوم اجتماعية، علم النفس وعلم الاتصال وعلوم الإعلام، وإلى جانب دراسته للتمثيل أو دراسته للدراما أو دراسته للديكور. شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولد. سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكواكم بصدق في
العلم ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. شعور انك بتقدمي حاجه وبتاخدي قدامها رد فعل في نفس التوقيت، مش مجرد كاميرا واكشن، حياه كلها ورا الكاميرات. شعور ان في كونكت ما بينك وما بين الناس، ده شيء مهم جدا، وانا جربت ده وجربت ده، فبالتالي ان احساس المسرح احسن بكتير من احساس اي حاجه تانية. مصر تتربع في هذا العرش في الفنون المسرحيه، فهذه اضافه لي كوني طالبه وافده مقيمه هنا في مصر وادرس بهذا المجال، وإن شاء الله أفيد بلدي وأنقل ما تعلمته هنا إلى هناك، كون هذا التخصص مش موجود عندنا بصراحة. لأن هو ده المكان المختص أصلا بتدريس الفنون، هو كمان حتى يعني مش بيدرس مش بيعلم، لا هو بيطور المهارات اللي بيبقى عند البني آدم، الموهبة بتاعته. تضم الأكاديمية أيضاً المعهد العالي للكونسرفتوار الذي أنشئ في أغسطس عام 1959. يهدف المعهد إلى إعداد الموسيقيين المتخصصين في العزف على مختلف الآلات الموسيقية طبقاً للمستويات الفنية العالمية. أنا دخلت الكونسير عشان أنا كنت بحب البيانو جداً، كنت موهوبة فيه من وأنا طفلة صغيرة خالص وأنا بعزف بيانو. أنا من زمان حابة موضوع الفن ده، فأنا كنت عاوزة أدخل كونسرفاتوار عشان بحب بيانو قوي من زمان. يعني انا كنت حابه البيانو من زمان، فانا كنت من نفسي ادخل بيانو، فلقيت الكونسرفاتوار فقلت ادخل واجرب الموضوع. كنت قبل كده مسابقه شوبان العالميه وكسبتها انا وزينه، واللي كسب مركز اول كان هو ليه جايزه ان هو سافر بولندا، وانا خدت المركز الاول وهي خدت المركز الثاني. بعزف كمانجا وانا حبيتها وانا صغيره. يعني انا في معهد كونسرفاتوار كنت بدرس بيانو وانا صغيره، ولما كبرت حولت وبقيت ايقاع. بدرس عشان انا حابه الموضوع. غني اكتر لمين؟ مبدئيا هو بيكون في امتحان قدرات للولاد عموما، يعني بيكونوا غير مصنفين لسه هيدخلوا انهي قسم. بتبقى اللجنه مكونه من اساتذه من كل الاقسام. في اللجنه دي بيبان ممكن كل طفل ميوله تنفع اكتر لاي آلة. طبعا بنسالهم هم بيحبوا انهي آلة، لكن طبعا بنحط في الاعتبار شكل الايد، حجمها، شكل جسم الطفل نفسه. يعني ممكن طفل صغير قوي يعني هيبقى مثلا آلة التشيلو آلة كبيرة عليه قوي. ممكن حد يكون حابب يعزف بيانو بس جسمه صغير زيادة عن اللزوم. يعني المهم بنحاول نوفق ان كل طالب، اهم حاجة يكون الموهبة موجودة في الاصل، يكون الموهبة موجودة، وطبعا امكانياته الجسمانية وودنه طبعا تكون مظبوطه وموسيقيه ويعني كل حاجه تمام. وبنساعده ان هو يختار القسم اللي يناسبه اللي هو هيقدر ينجح فيه. بيدرسوا زي مدارس بره المدارس الحكوميه عادي، بس بالزياده بيضاف عليهم بقى القسم اللي هو العملي. القسم العملي ده بينقسم عندنا لحاجتين: ماده السولفيج. السولفيج ده بمعنى ان هو ازاي يقرا النوته، ازاي يتعامل لما تتحط قدامه نوت. النوت الموسيقيه بيبقى ليها زي كود احنا اللي بنتعلمه، بس زينا زي اللي بيتعلم بيعرف يقرا فرنساوي، بيعرف يقرا انجليزي، بيعرف لغه، فليها حروف وليها رموز وليها كل حاجه لازم يتعود عليها من وقت للتاني، يعرف ازاي يقراها، يعرف ازاي يخلي استيعابه للقراءه الوهليه اللي هي النوته تتحط قدامه تبقى يعني سريع البديهه ان هو يقرا ويلعب. فالموضوع ده هو بيتمرن عليه في خلال السنين كلها. انا اخترت الفلوت لانها آلة في النفخ، ومثلي الاعلى دكتور ايناس. أما المعهد العالي للموسيقى العربية، وحيث أوصى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب الاجتماعية عام 1959 بإنشاء معهد لدراسات الموسيقى العربية، فمن ضمن أهدافه النهوض بالموسيقى العربية وتطويرها بإعداد فنانين متخصصين في العلوم الموسيقية وفنونها. ويضم المعهد أقسام الغناء العربي والآلات والتأليف والقيادة وعلوم الموسيقى العربية. اللي بتسأل عليا
ملكش دعوة بيا، بتسأل ليه بتسأل ليه عليا. احنا بنختار الطالب بناء على اختبار الأولي، شوف مدى الموهبة اللي عنده وشوف توجهاته، هو بيحب آلات ولا بيحب غنى ولا بيحب توزيع ولا السن بيبقى متفاوت في الأول، يعني مثلا يبقى 16 17 ما بقاش سن محدد، يعني ان هو بيبقى مخلص المرحلة الإعدادية. احنا بناخده من أولى ثانوي، بيقعد عندنا 3 سنين ثانوية موسيقية وثانوية عامة. أما بيتقدم بنشوف ده يصلح لأنهي مكانة، لأن كل رؤساء الأقسام بيبقوا موجودين. بيختار الطالب عشان يخش القسم بناء على أول حاجة طريقة التفكير، هل هو أصلا عنده جزء صغير من الموهبة أو لا. كل رئيس قسم بيشوف الطالب وبعدين بنشوف الموهبة عنده موجودة ولا لا. بنختبره إيقاعي وغناء، يغني لنا حاجة. بعد كده بنبتدي التعلم بقى، من اول مرحله معانا في القسم بيبتدي التعلم، ايا كان هو له علاقه بالاله دي قبل كده او لا، مش قضيتنا. اهم حاجه يبقى هو عنده جزء صغير حتى من الموهبه او موهبه التعلم نفسها. احنا عندنا قسم آلات، ده أكبر قسم لأن فيه بيبقى فيه الكمانجة وفيه التشيلو، فيه الكونترباس، فيه الناي، فيه القانون، فيه العود. اللي بنبتدي نعلم الطالب عليه من أول ما بيخش مبدئيا كده طريقة مسكته للآلة، الأصوات الحقيقية بتاعت الآلة. بيبتدي يتدرج بقى في التكنيكس بتاعت الآلة نفسها لغاية لما يوصل لمراحل معينة. بيبتدي ياخد الأرتام أو الدروبات بتاعت الموسيقى العربية القديمة. وبعدين بيبدأ بعد كده يخش لو جاب في الثانوية الموسيقية نمل تأهله إنه يدرس عالي، بناخده يقعد 4 سنين ياخد بكالوريوس، وبعد كده دراسات عليا، وبعد كده مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه. وفي قسم تاني قسم الغناء، برضو قسم كبير جدا، في الغناء العربي وفي الغناء العالمي، وبياخدوا موشحات، بياخدوا أدوار في الغناء العربي. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعنايا مجا فيها النوم يا مسهرني، انا قلبي بيسألني ايه غير احواله، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله، امال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا، وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحنية، ويا ناسيني وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واطف على حالي، وارحمني من كتر ظنوني، لا عنيا بيه النوم، ولا بخطر على بالك يوم اسأل عني، يا مسهرني. عندنا قاعة سيد درويش بنعمل فيها حفلاتنا، وعندنا مسرح سيد درويش تابع برضه لدار الأوبرا. أما المواهب ديت أو الناس اللي بنلاقي فيهم كعازف أو مطرب مغني أو مطربة
بناخدهم فرقه ام كلثوم. قاعة سيد درويش تاريخها من تاريخ أكاديمية الفنون، طبعا احنا كلنا عارفين ده، وكان دورها خدمي لطلبة الأكاديمية، إنه طلاب المعاهد، معهد باليه، معهد كونسرفاتوار، بيقدروا يقدموا عروض عليها، وأهليهم طبعا بيجوا يشوفوهم عشان يعرفوا المستوى اللي وصلوا له بعد دخولهم الأكاديمية يعني، ومستوى الدراسي، المستوى الفني اللي وصلوا له يعني في كل آلة أو راقصين الباليه وهكذا. وكانت بتبقى الدعوة عامة للعروض دي، كانت الحفلات دي بتتم فيها على طول. وطبعا حضرتك لو شفتي افلام طبعا القديمه كلها معظم الاغاني متصوره في قاعه سيد درويش، حتى الفيلم الاستعراضي بتاع غرام في الكرنك متصور المفروض ان هو في قاعه سيد درويش. حتى برضو بالمناسبه مسرحيه العيال كبرت متصوره على قاعه سيد درويش، بس كانت طبعا احنا ما نعرفش لان هي كانت منقوله من الاسكندريه، والتصوير بتاعها بس هو اللي تم في القاعه. احنا عندنا خريجين هم الحقيقه القائمين على الموسيقى في دار الاوبرا المصريه، في مهرجان الموسيقى العربيه، في جميع الدول العربيه. هنلاقي ان السفراء بتوع معهد الموسيقى العربيه موجودين في كل الاعمال الجاده. وما فيش شك ان مصر رائده في الموسيقى العربيه من خلال العديد من المطربين والملحنين والعازفين، وهي المسيطر. المعهد الموسيقى العربيه هو المسيطر على العالم الموسيقى العربيه في العالم كله، مش في الشرق الاوسط بس. يعني احنا لو رحنا امريكا هنلاقي ناس من الموسيقى العربيه، نروح اوروبا هنلاقي في ناس من الموسيقى العربيه، بالاضافه الى الانتاج السينمائي عديد. عندنا طبعا فنانين اكيد انتوا عارفينهم، محمد الحلو، سوزان عطيه، الحقيقه في فنان طارق فؤاد، عديد من الخريجين اللي هم قدموا الموسيقى العربية وألحان الموسيقى العربية. خريجين المعهد عموما بنحمد الله، فإن عندنا في الأكاديمية جميع معهدها، أما مخرجات التعليم اللي عندنا بيتوجهوا لمقر عملهم، هم اللي درسوه، ما فيش حد بيقعد عاطل. بمعنى إن عندنا الأوبرا مخرجاتها كلهم بيروحوا الأوبرا، بيروحوا التدريس في جميع مدارس الجمهورية. فالحمد لله احنا مخرجات التعليم بتاعتنا متوافقة مع سوق العمل تماما يعني. أما المعهد العالي للباليه فأنشئ عام 1958 ويهدف إلى خلق جيل من الشباب يمارس هذا الفن الرفيع على أسس أكاديمية مدروسة. بيتم امتحانات للقبول، بتبقى امتحان سمعي عشان نشوف الودان بتسمع موسيقى ولا لا، اللي بيتحركوا بالظبط مع الموسيقى، يعني اختبارات واختبارات للإمكانيات الجسم. عندنا قسمين، قسم تصميم واخراج الباليه، وقسم بيضم اساتذه، وقسم تاني بطرق تدريس الباليه. وهما القسمين فيهم كل المواد اللي بتدرس الاساتذه بيدرسوها في الاكاديميه في المعهد. احنا هنا المدرسه، وبيتدرج بعد كده في المعهد العالي والبكالوريوس والدراسات العليا، وبيعملوا ماجستير ودكتوراه. ده التدرج الدراسي. أنا كان في الاختبارات كان جسمي إن أنا يعني متقبلينه في الاختبارات وفي اللياقة البدنية، والحمد لله قبلوني. وأنا دلوقتي في سنة تخرج، اشتركت في عروض زي كسرة البندق، زي أوبرا عايدة، روميو وجولييت، كذا عروض تبع أوبرا القاهرة. وأنا حلمي إن أنا ألتحق بفرقة أوبرا القاهرة،
ومثل الأعلى يعني في العالم يعني في راقص الباليه فازيليف، ده جنسيته روسي. دخلت سنة 2011 كان عندي 9 سنين. عملنا هنا اختبارات. في الاختبارات دي اتأكدوا ان انا لائقة بدنيا، وبيتأكدوا من شكل الرجل والليونة. بعد كده درسنا 9 سنين متواصلة هنا واتخرجت. دلوقتي انا بدرس في معهد عالي هنا برضو. اشتغلت في كسارة البندق وعرض بحيرة البجع. قلنا اكشن ما تخش يا منير، انت بتاني عزومه؟ انت مش بتقول انك بتشتغل في السينما؟ راح يشتغل في القرنص عشان يجيب فلوس. راجل مستعد للموت. مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه. انا احلام ستوب. ومن أبرز معاهد الأكاديمية المعهد العالي للسينما، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية لدراسة العلوم السينمائية والتلفزيونية، وتأهيل الخريجين علمياً وعملياً للعمل في مجال صناعة السينما ومحطات التلفزة. المعهد العالي للسينما اللي في مصر يتبع أكاديمية الفنون هو المعهد أو المكان الدراسي الوحيد المتخصص في الدراسات السينمائية على مستوى الوطن العربي كله، اللي بيدرس 4 سنين سينما. معهد سينما لما أنشئ سنة 59 كانت السينما بقى لها أكتر من 59 سنة موجودة في مصر. يعني احنا يمكن تاني عرض سينمائي على مستوى العالم كان في اسكندرية، وبالتالي احنا عريق. السينما المصرية سينما عريقة جدا. كان الدخل القومي بيعتمد على القطن يليه السينما، وبالتالي السينما مصدر رئيسي لكده، غير انها مصدر يعني ثقافه الوطن العربي اعتمدت على السينما المصريه بشكل كبير. كان من اهم منجزات ثوره 52 في المجال الثقافي كان تتويج الحقيقه للسينما المصريه وللانجازات اللي حصلت في السينما المصريه. يعني استوديو مصر لما اتعمل الله يرحمه طلعت حرب، استاذ طلعت بعت استاذ محمد كريم وعبد العزيز فهمي، بعتهم بعثات. واحد اتعلم اخراج في المانيا والتاني اتعلم تصوير، وغيرهم من الرواد الاوائل اللي عملوا على ان السينما ما بتبقى تدرس بشكل اكاديمي، مش بشكل بشكل هوايه او مش بشكل فقط شغل عملي، ولكن بشغل اكاديمي. وكانت باكوره الدفعه الاولى كانت سنه 63. فيهم كتير يعني مدحت السباعي الله يرحمه مثلا مشروع تخرجه هو اول فيلم روائي طويل عمله كويس. وكنت لسه بتكلم مع الطلبه في المحاضره ان هو مشروع تخرجه، هو عمل مشروع كان تخرج فكرته لطيفه جدا وخفيفه الروح زيه الله يرحمه، عن عسكري نحس كل ما بيوقفوه في حته بتتسرق، ففي الاخر وقفوه في الهرم فصحي الصبح لقاهم هرمين. احمد مكي مشروع تخرجه هو اول فيلم روائي طويل عمله اخراجه اللي هو الحاسه السابعه، ده لما عمله وانا هو في المعهد كان مكسر الدنيا. لمعالي رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بعت له تقرير عن حالة المعهد العالي للسينما، وصورت له بعض أجزاء من المعهد وبعتها له. هو شافها، وبعدها مفيش أيام قليلة ولقيته في اجتماع موسع قال إن احنا يجب علينا إن احنا نرجع ريادتنا في السينما، وإن احنا ترجع مكانتها الكبيرة تاني، وعلشان نبدأ بده يجب علينا تطوير المعهد العالي للسينما. الاستجابة دي كانت بعد أيام قليلة ما تتعداش أسبوع، لا عندنا رعاة رسميين ولا عندنا أي حاجة، كل ده من ميزانية الدولة. واللي افتتحوا طبعا معالي دولة رئيس الوزراء بحضور معالي وزيرة الثقافة ومعالي المحافظ وجموع من الفنانين والمختلفين في العناصر المختلفة في السينما، من ممثلين ومخرجين ومصورين ومنتجين خريجين المعهد وغير خريجين المعهد، وكذلك كل رؤساء مهرجانات السينما. 25 واحد تاني مرة. معهد سينما بقى ليه فرع في اسكندرية، وده مهم جدا لأن السينما أساسا لما ابتدت في اسكندرية، فاحنا محتاجين أكتر من فرع للسينما، لأن كم الشغف اللي عند الشباب إن هم يشتغلوا في السينما
او يتعلموا في السينما بقى موجود. المعهد ده اهم حاجه فيه الفصول الدراسيه، لان دي المكان اللي بيتلقى فيه الطالب تعليمه الاساسي، وعندنا الجانب العملي بقى في معامل وفي بلاتوهات وفي استوديوهات صوت وفي وحدات مونتاج وحدات تصحيح الوان. يعني مع الوقت بقى اجباري ان احنا يبقى في حاجات جديده. لما انتشر الانتاج التلفزيوني دخل جزء من الفيديو او تقنيه الفيديو. المونتاج الرقمي لما ظهر ابتدى يعني يستعيدوا عن المونتاج المانيوال اللي هو بالميفيولا دي. كنا بنحط شرايط الفيلم ونجري ده بقى دلوقتي كله ديجيتال او رقمي او على الكمبيوتر. معهد العالي للسينما في مصر عضو مؤسس في حاجه منظمه اسمها سيلكت. السيلكت دي اللي هي اختصار للمنظمه العامه لكليات ومعاهد السينما في العالم. احنا عضو مؤسس فيها من اول ما انشئت، وهي كل سنتين ليها اجتماع ويحضروا العمداء بتوع كل الكليات وبيتناقشوا في المناهج اللي بيدرسوها وتطوير مناهج والكلام ده كله. كانت مصر ضيف الشرف في مهرجان ميونخ لافلام الطلبه، وافلام مهرجانات الافلام بتاعت الطلبه على فكره اكتر بكتير وفي منها اشهر بكتير من مهرجانات الافلام الروائيه الطويله. يعني في مهرجانات مخصوص للافلام القصيره وبتاعت الطلبه، كان على الاقل بيشارك كل سنه مثلا مش اقل مثلا من 25 30 مهرجان، والطلبه بيسافروا وكانت الوزاره بتتكفل بسفر الطلبه، وكان في مهرجانات كانت بتاخد طلبه اعضاء لجنه تحكيم. سنه اولى بيعودونا ان احنا هنشتغل ازاي في السوق بشكل عملي اكتر من ان هو نظري. في مواد نظريه برضو، بس المعهد اكيد ضاف كتير بجانب برضو التدريب بره في لوكيشنز والكلام ده. بنيجي نخش السوق عامه يعني او سوق العمل، المعهد بيأهل في شويه حاجات ان احنا نبقى عارفين اساسياتنا الاول قبل ما نخش في تفاصيل. يعني اساسيات بقى من ناحيه اساسيات الكاميرا نفسها من جوه، من ناحيه اساسيات اضاءه. عملت فيلم وانا في سنه اولى اسمه فريده عن سرطان الثدي. عن قصه بنت بتاع يعني عازفه التشيلو، وانا اخترت آلة التشيلو بالذات لان الآلة دي بتتحط على الثدي الشمال، فهي كان عندها مشكله في الثدي الشمال واستأصلته، فهي يعني اتولد ليها امل جديد او بقى عندها امل في الحياه بالآلة بتاعتها، لان الآلة بتاعتها دي كانت هي اللي بتعوض العضو اللي مش موجود اللي استؤصل يعني. وهناك أيضاً المعهد العالي للفنون الشعبية الذي أنشئ عام 1981 وينضم إليه مركز دراسات الفنون الشعبية. يهدف المعهد إلى إعداد الدارسين والباحثين في مجالات الفنون والثقافة الشعبية. ندرس تخصصات التراث الشعبي المصري أو الثقافة الشعبية المصرية بكل يعني أشكالها. بننزل للناس ونسجل منهم المادة الميدانية، ما الذي يفعلونه في العرف في عاداتهم في تقاليدهم إلى آخره. فالجانب الميداني هو ما يميز المعهد عن أي دراسات أخرى في الفنون. بندرس في فنون شعبية علاقة التراث الشعبي بالسينما وبالمسرح وبالموسيقى، وتأثير التراث الشعبي عليهم وبتطور الزمن ليهم برضو للموسيقى وللسينما وكل ده. وكمان بندرس تطور التراث الشعبي مع المراحل العمرية وإن احنا ازاي التراث الشعبي بيتغير. قسم من أقسام مركز دراسات الفنون الشعبية متحف الفنون الشعبية، لأنه في البعثات الميدانية اللي كان بيقوم بها المركز على مدى سنوات طويلة كان بيجمع مادة صوتية وفيديو وتسجيلات وأيضا مادة لتضم للمتحف. على مدى هذه السنوات تم جمع حوالي 3000 قطعة من مختلف محافظات مصر، ولذلك عندنا قطع تكاد تكون نادرة، يعني من واحد سيوة بقى ومن سينا ومن الريف والحضر والمناطق البحر إلى آخره. جاء في قرار المعهد العالي للفنون الشعبية عام 81 أن يضم إليه مركز دراسات الفنون الشعبية، فأصبح مركز دراسات الفنون الشعبية وحدة من وحدات المعهد العالي للفنون الشعبية. ان احنا نهتم بيه، لان المرحله الجايه
هي تعتمد على التراث الشعبي بصفة كبيرة جدا. ان احنا لو ما اهتمناش بيه التراث بتاعنا هينحدر، لان احنا في تطور مستمر، والتراث بتاعنا مش ثابتين عليه زي الاول، ومش من منبعنا او مش متزنين عليه زي الاول. فالتطور ده هيمحي التراث، فاحنا لازم نهتم بالمعهد ونهتم بالفقرات اللي هو احنا نغذي الروح المصرية، وطبعا تسجيل وتدوين الابحاث اللي احنا بنعملها واللي احنا شغالين عليها، اللي احنا داخلين المعهد عشانها، والعادات والمعتقدات بتاعتنا نسجلها في تاريخنا. تضم الأكاديمية أيضاً مدارس للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني، ولأن الدراسة ببعض المعاهد الفنية كانت تتطلب بحكم طبيعتها الفنية قبول الطلاب الموهوبين في مرحلة سنية مبكرة لتنمية مداركهم وقدراتهم الفنية ورعايتهم. كان في عجز في العمالة الفنية أو الخط الثاني تحت المخرج والمصور والإضاءة وطلبنا ان احنا نوفر وندرب الناس اللي طالعه معاش، تدرب الناس اللي جايه، او ندرب الناس اللي هي محتاجه تبقى موجوده في الميديا، سواء في السينما او المسرح او التلفزيون، على اساس نعمل مدرسه للتكنولوجيا التطبيقيه من خلالها بنطلع الكوادر الفنيه الصف الثاني لكل الميديا اللي موجوده في السوق، سواء مسرح، تلفزيون، حتى الاذاعه، الاستوديوهات. عملنا قسم للصوت، عندنا 11 قسم بالمدرسه. الاقسام هي الصوت، الإضاءة، التصوير، الإدارة المسرحية، الملابس والأزياء، أحذية الباليه، الخدع السينمائية، الحرف اليدوية والشعبية، الديكور، تصميم وتحريك الديكور وتصنيع الديكور، العرايس، والمكياج والتنكر. الميزة اللي عندنا إن احنا بنوفر كوادر مدربة ذات خبرة، بيتعلم ازاي يحافظ على أدواته، وبعد كده بيتخصص من سنة تانية في القسم اللي هو بيحبه عن طريق اختبار احنا بنديهوله، وبنختار منه الطلبه اللي تنفع تدخل قسم الديكور، لان ليه طبعا معايير فنيه ومعايير مهنيه كتيره جدا. المفروض ان هو بيدرس في الثلاث سنين، سنه اولى بتبقى شعبه عامه، وبيتخصص من سنه ثانيه وثالثه في التخصص اللي هو عايزه. انا اخترت المدرسه دي عشان هي تعتبر الوحيده في المجال ده في الشرق الاوسط، وهي الوحيده اللي يعني احنا بنشتغل في مجال السينما والمسرح، وقليلين من الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، فاحنا قررنا نخش المدرسه دي عشان نبقى شغالين ودارسين في نفس الوقت. انا اخترت المدرسه عشان انا بحب المسرح وبحب السينما، وحبيت ان انا اكون جزء منه. وبعدين الدوله دلوقتي بتتطلب عمال الفنيين وكده، وحسيت ان دي هتبقى فرصه ليا اكتر. عملت اختبار تحريري في الاي كيو، وعملوا معايا مقابله شخصيه، سالوني فيها هواياتي ايه. انا بحب القسم وبحب السينما، حلم ابقى كاميرامان. اشتغلت قبل كده اداره مسرح واشتغلت اداره سينما، فاشتغلت اداره مسرح بدات مره اشتغلت مع وليد درويش، واتعلمت ازاي اظبط كشاف مره، وبعد كده اتعلمت ازاي اشتغل على الكنترول، واشتغلت في مهرجان النقابه والمهرجان العربي والمهرجان القومي، فحبيت الاضاءه. انا كنت اصلا داخل خدعه. البروتوكول اللي موجود بيننا بين وزاره التربيه والتعليم واكاديميه الفنون، الشهاده هتبقى معتمده سواء من الداخل او من الخارج، والحمد لله احنا شهادتنا هتعتمد من المانيا. الميزه اللي عندنا ان الطالب عندنا بياخد حافز اثابه شهري او حافز تعليمي شهري 300 جنيه في سنه اولى، 400 جنيه في سنه ثانيه، 500 جنيه في سنه ثالثه. وتظل الأكاديمية صرحاً للفنون التي تعبر عن حضارة الأمم، وتبقى معاهد أكاديمية الفنون الأداة التي يتم من خلالها تأهيل الطلاب للارتقاء بالحياة الثقافية والفنية. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا